يا مساء الفل على أصحاب المزاج العالي والقهوة المظبوطة. منور القهوة يا صاحبي الجميل. شد كرسيك واطلب قهوتك المفضلة وركز معايا عشان الليلة دي هنتكلم عن فن مش أي حد بيتقنه، فن الصمت. طبعا انت عارفني، أنا صاحبك الجميل اللي بيحول كل كتاب لحكاية. والنهاردة معادنا مع رابع قانون من قوانين السطوة، القانون اللي هيخليك تبان برنس من غير ما تفتح بقك. القانون الرابع بيقولك نصيحة غالية قوي: اقتصد دائما في كلامك. يعني بالبلدي، لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن أهيت هانك. عارف إنك بتقول في سرك يا عم إيه الكلام ده، أنا بحب أتكلم وهزر، هو أنا هخرس؟ حقك تستغرب، بس عشان تعرف قيمة الكلمة اسمع مني حكاية كريم ومدحت. كريم ومدحت دول 2 صحابي انت ما تعرفهمش، كانوا شغالين في نفس الشركة وكل واحد فيهم كان نفسه يترقى. كريم كان بيحب يتكلم كتير، في أي اجتماع يقعد يحكي في تفاصيل ملهاش لازمة ويهزر، كان فاكر إن كتر الكلام هيلفت نظر المدير. مدحت بقى كان العكس تماما، كان قليل الكلام، بيسمع أكتر ما يتكلم، ولما بيتكلم بيقول جملة واحدة بس تكون في الصميم. تفتكر لما جه وقت الترقية المدير اختار مين؟ المدير اختار مدحت. ومش بس كده، ده بقى بيعتمد عليه في كل القرارات المهمة. طب وكريم فضل زي ما هو، الناس بتحبه بس محدش بيعمل له حساب. المدير كان بيشوفه رغاية ومش مركز. ليه حصل كده؟ عشان الصمت قوة. لما بتتكلم قليل كلامك بيبقى ليه وزن وقيمة، والناس بتستنى تسمع انت هتقول ايه. لكن لما بتتكلم كتير بتبان كتاب مفتوح وأي حد ممكن يستهيفك. خد الزتونة دي وحطها قاعدة في حياتك: كل ما كلامك يقل هبتك تزيد. قول اللي لازم يتقال بس، وسيب الباقي لخيال الناس. اشرب آخر بق في قهوتك، وجرب في الاجتماع الجاي إنك تسكت وتسمع أكتر ما تتكلم، وشوف الفرق. واستناني الحلقة الجاية عشان هقولك إزاي تخلي الناس تعتمد عليك لدرجة إنهم ما يقدروش يستغنوا عنك أبدا. سلام يا صاحبي الجميل.